اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة باء ألف، ويلا بينا نبدأ قصتنا. في شقة قديمة في أحد الأحياء الساعة 3 بعد منتصف الليل، حازم كان بيحكي لنا عن حاجة غريبة حصلت له في شقته الجديدة. حازم بصوت واطي وهو بيشرب من كوباية الشاي: بصي بقى، أنا مش عارف إذا كان اللي حصل ده حقيقي ولا لأ، ولا أنا يعني كنت بهلوس، بس اللي متأكد منه إنه حصل قدام عيني، وده اللي مخليني مش عارف أنام في الشقة لوحدي. أوبا بقى كده يا مستر حازم، يعني أنت بقيت بتخاف ولا إيه؟ قول والله. طب احكي أنا سامعاك. بياخد نفس عميق وبيبص حواليه كأنه عايز يتأكد إن مفيش حد هيسمعه غيرهم. اسمعي بقى، من أول يوم نقلت الشقة وأنا حاسس بحاجة غلط. الصوت اللي بيجي من الحمام كأن في حد بيتكلم جواه. الأول كنت بقول يمكن مواسير المية أو حاجة، بس لما بقيت أسمعه بوضوح كل يوم بدأت أحس إن في حاجة غلط. طب استنى، أنت بتقول إيه؟ حد بيتكلم إزاي يعني؟ أيوة بيتكلم وبصوت منبوح كده، مش واضح قوي بس في كلمات، وكأن في حد بيمس ورا الباب. ومع الوقت الصوت بقى أعلى. وفي مرة كنت داخل الحمام عادي، وبمجرد ما فتحت الباب لقيت البانيو مليان مية، رغم إن أنا متأكد إن أنا ما فتحتش الحنفية من الأساس. هنا في الوقت ده بدأت تحس إن الموضوع فعلا مخيف. أنت بتتكلم بجد؟ يعني مثلا ممكن تكون نسيت وقافلها نص قفلة؟ لا يا هنا، أنا مش غبي. وكمان لما قربت من بانيو لقيت المية لونها أسود سواد تماما، وكأنها حبر أو حاجة أسوأ. هنا بتبلع ريقها بخوف وبتحاول تحافظ على هدوءها. ملكش حق تخوفني كده، بس طيب ماشي، حصل ايه بعد كده؟ قول. حازم بصوت واطي وكأنه خايف من اللي هيقوله: لما مديت ايدي عشان المس المية سمعت صوت وهو بيقول لي ابعد. انت بتقول ايه؟ يا لهوي، لا بقولك ايه، انا هبقى معاك النهارده واشوف بيحصل ايه بنفسي. هنا بتقرر انها تبات في الشقه مع حازم عشان تتاكد بنفسها. الليل كان هادي بس الجو مليان رهبه. الساعة وصلت لحد الساعة 3 الفجر، وفجأة بتصحى على صوت خبط خفيف جاي من ناحية الحمام. هنا بهمس وهي بتشد الغطا عليها: حازم انت صاحي؟ حازم من جوه اوضته بصوت مكتوم: في ايه؟ في صوت انت سامعه؟ في اللحظة دي الصوت بقى أوضح، كأن حد بيتمتم جوه الحمام. هنا بتقرب من باب بحذر وتحط ودنها عليه. الصوت مش مفهوم لكنه أقرب لتمتمة شخص مجهول. فجأة الباب بيخبط خبطتين جامدين كأن حد بيرزع عليه من جوه. هنا بترجع بسرعة لورا وهي بتصرخ: حازم يا حازم! حازم بيجري عليها ووشه مخطوف. ايه اللي حصل؟ هنا بتترعش وهي بتشاور على الباب: في حد جوه، الباب خبط لوحده والله. حازم بيقرب ناحية الباب بحذر وبيمد ايده ببطء على المقبض، وقبل ما يفتح بيسمعوا صوت أنين جاي من الحمام، صوت أشبه بصوت حد بيتعذب. حازم بيسحب ايده بسرعة وبيبص لهنا اللي واقفة متسمرة مكانها: احنا لازم نخرج من هنا حالا يا حازم. حازم مصر رغم الرعب اللي مسيطر عليه: لا، أنا لازم أعرف في ايه، دي شقتي، أنا مش هسيبها. بياخد نفس عميق وبيفتح الباب بسرعة، لكن الصدمة إن الحمام فاضي تماما، مفيش مية، مفيش حد، مفيش أي حاجة غريبة إلا بس إن المراية كانت عليها بخار رغم إن الشقة كانت باردة، وكأن حد كان بيتنفس عليها. وتاني يوم حازم وهنا بيقرروا يسألوا البواب عن الشقة، يمكن يعرف حاجة. البواب بيبص لهم بنظرة غريبة وبيتردد قبل ما يتكلم، وبيتكلم بصوت واطي وهو بيبص حواليه كأنه خايف حد يسمعه: الشقة دهيا من ساعة ما اتبنت وهي مش طبيعية. اللي ساكن فيها قبل كده مشي بعد شهر، وقبله برضه نفس الحاجة. كانوا بيقولوا يعني إن في حد بيظهر في الحمام. نعم، بيظهر؟ مين؟ الراجل اللي كان ساكن في العمارة من سنين غرق في الحمام هنا، ومحدش عارف يطلعه إلا بعد ما كان مات بقاله أيام. ومن وقتها كل اللي يسكنوا هنا بيقولوا إن روحه لسه موجودة جوه، وعمره ما يسيب الشقة لأي حد. حازم وهنا بيبصوا لبعض نظرات مرعبة. هل فعلا الروح دي لسه موجودة؟ هل ده معناه إن هما في خطر؟ وهل في طريقة للتخلص من اللعنة دي؟ الأسئلة كتيرة بس الإجابة مخيفة أكتر. بعد ما عرفوا قصة من بواب قرروا إنهم يرجعوا الشقة، بس المرة دي كانوا مجهزين نفسهم، أو على الأقل كانوا فاكرين كده. الجو كان ساكت بشكل غريب وكأن العمارة كلها حبست أنفاسها، حتى صوت الشارع اللي تحت كان مختفي. وأنا بدأت تحس بقلق غريب، كأن الجو حواليها تقيل وكأن حد بيراقبهم من الضلمة اللي في آخر الطرقة. بص، أنا مش بقول نمشي عشان أنا خايفة ولا حاجة، بس احنا فعلا لازم نمشي. يعني الموضوع بقى مش هزار، وأظن أنت بنفسك شفت بعينك إن في حاجة غلط، واحنا مش عارفين دي إيه ولا عايزة مننا إيه. وبدل ما نقعد نتصرف بغباء زي أفلام الرعب، يا ريت ناخد بعضنا ونروح أي مكان تاني ونسيب الشقة دي بسلام، لأن بصراحة مش عايزة أصحى ألاقي نفسي في فيلم رعب حقيقي. حازم بيبص لها وهو بيحاول يبين نفسه إن هو شجاع رغم إن من جواه كان مرعوب جدا.
يا هنا انت مش فاهمه، انا مش عايزه اعيش بقيه حياتي خايف من الشقه، انا دافع فيها دم قلبي، ولو مشينا كده عمرنا ما هنبقى مرتاحين، لان ساعتها هنفضل دايما متخيلين ان احنا هربنا من حاجه وكان لازم نواجهها. وانا مش مستعده اكون الشخص اللي بيهرب، لاني لو هربت دلوقتي عمري ما هبطل هروب، ودي مش طريقتي في الحياه. وأنا في اللحظة دي قبل ما ترد عليه صوت باب الحمام اتفتح لوحده بهدوء ببطء، وكأن حد جوه بيسحب الباب بإيده، بس مفيش حد هناك. هنا شقت ورجعت خطوة، بس حازم وقف مكانه، عيونه متعلقة في الحمام، وهو بيحاول يقنع نفسه إنه مجرد طير هوا، رغم إن كل حاجة جواه كانت بتقوله إن ده مش حقيقي وإنهم مش لوحدهم هنا. حازم يا حازم بالله عليك ما تعملش الحركة اللي في دماغك دي، ما تقربش أكتر، بلاش تستفزه. انا مش هستفزه، انا هساله لو كان فعلا في روح هنا ولا لا، فاكيد لو في روح فهي عايزه حاجه، وانا عايزه اعرف ايه الحاجه دي. حازم بيقرب من الحمام، وكل خطوه كانت تقيله، كأن الارض بتمسك رجليه، كأن الشقه كلها مش عايزاه يقرب، لحد ما بقى واقف قدام الباب تماما وبص جوه. كان الحمام شكله عادي ما فيهوش حاجه غريبه، بس لما بص في المرايه شاف حاجه خلته يحس ان قلبه هيقف. المرايه كانت عليها ضباب، وكأن حد لسه كان بيتنفس عليها، وكلمه واحده كانت مكتوبه عليها بحروف كبيره، كلمه خلت الدم يجمد في عروقه، ومكتوب اخرجوا. وفي اللحظة دي قبل ما حتى يفكر يتحرك الباب اتقفل وراه بقوة. هنا صرخت وبدأت تخبط على الباب، وحازم من جوه بيحاول انه يفتحه، بس كأن الباب مقفول بمفتاح مش موجود، والأنين اللي كانوا بيسمعوا قبل كده بقى أوضح، وبقى صوت صراخ حقيقي، صراخ حد بيتعذب بيتوجع ومش قادر يخرج. ووسط الصراخ ده صوت همس واضح: انت زيهم، انت مش هتخرج، انت زيهم، انت مش هتخرج، مش هتخرج، مش هتخرج. هنا بتعيط وهي بتخبط على الباب: حازم بالله عليك رد عليا، انت سامعني؟ حازم ما تسيبنيش لوحدي. حازم من جوه صوته بيترعش، بس بيحاول يفضل ثابت: انا هنا بس في حد معايا هنا في الحمام، انا شايفه في المرايه. الصوت جوه الحمام بدأ يعلى، وكأن اللي جوه كان بيحاول يقرب أكتر، وأنا كانت بره بتنهار وهي مش عارفة تعمل إيه. بس في اللحظة دي افتكرت حاجة. البواب قال إن الراجل اللي مات هنا كان اسمه عم محمود، يمكن لو ندوا باسمه يهدى شوية، يمكن لو كلموه بطريقة مختلفة يسيبهم يخرجوا. وهنا جربت آخر حاجة كانت ممكن تعملها، ندهت عليه هنا بصوت عالي وهي بتحاول تتحكم في رعشتها: عم محمود لو كنت هنا ولسه مش مرتاح، احنا مش جايين نأذيك ولا جايين ناخد مكانك، بس بالله عليك لو كنت فعلا موجود سيبنا نمشي، سيبنا نخرج، احنا مش اعدائك، احنا حتى ما نعرفش ايه اللي حصل معاك، بس لو محتاج حد يسمعك احنا هنا. الدنيا سكتت فجأة، الصراخ وقف، وحتى صوت الأنين اختفى، وكل اللي فضل كان صوت أنفاس تقيلة. وبعد لحظات من الصمت المخيف الباب اتفتح ببطء. حازم كان واقف هناك وشه شاحب، عيونه مليانة خوف، بس أول ما شاف هنا قرب منها بسرعة وخرج، وهو بيقفل الباب وراه بقوة، وكأنه بيحاول يمنع أي حاجة من إنها تخرج وراه. وهما الاتنين وقفوا في وسط الصالة بيحاولوا ياخدوا أنفاسهم، وعيونهم متعلقة بالباب اللي كان لسه بيتهز كأن في حد وراه. بس بعد دقيقة كل حاجة هديت، وكأن مفيش حاجة حصلت، وكأن البيت رجع عادي، أو على الأقل للوقت الحالي. احنا مش هنبات هنا تاني صح؟ مش عارف يا هنا، بس اللي عارفه إن المكان ده مش مكاننا، مش ملكنا أصلا، ومش بتاع الأحياء. وفي اللحظة دي لمبة الحمام نورت لوحدها، وكأن المكان بيأكد كلامه. وساعتها أخدوا بعضهم وخرجوا من الشقة من غير حتى ما يبصوا وراهم، لأنهم كانوا عارفين إن اللي هيبصوا وراه ممكن يشوف حاجة مش المفروض إنه يشوفها. بعد ما خرجوا من الشقة وقفوا في الشارع قدام العمارة، أنفاسهم كانت سريعة وقلوبهم بتدق بعنف. الدنيا كانت لسه ضلمة، لكن إحساسهم إنهم تحت المراقبة ما كانش بيختفي، وكأن العيون اللي كانت بتراقبهم جوه لسه بتبص عليهم من الشبابيك. وهنا بصت لحازم وهي بتحاول تسيطر على رعشتها، لكنه كان واقف ساكت، ملامحه متجمدة، كأنه لسه شايف اللي شافه في المراية قدامه، وكأن عقله مش قادر يستوعب اللي حصل ولا حتى يصدق إنهم خرجوا بسلام، رغم إن إحساسه الداخلي كان بيقوله إن الموضوع لسه مخلص، وإن اللي جوه لسه مش راضي يسيبهم. بس السؤال الحقيقي هو ليه؟ حازم بالله عليك رد عليا، انت كويس؟ انا مش قادره اصدق اللي حصل، ولا عارفه حتى احنا خرجنا ازاي، بس كل اللي عارفاه ان احنا لو فكرنا نرجع تاني مش هنخرج تاني، ولا حتى هنقدر نعرف احنا فين. المكان ده مش طبيعي، وانا متاكده ان الشقه دي مش مجرد شقه، دي حاجه تانية، حاجه مش بتاعتنا، ومش المفروض نبقى هناك، وانا مش هستنى لحد ما اعرف اكتر. انا حاسس ان في حاجه ناقصه ومش فاهمها، بس احساسي بيقول ان اللي حصل جوه ده كان تحذير مش تهديد، وان في حاجه لازم نعرفها، حاجه مخيفه يمكن لو عرفناها
نقدر نفهم اللي بيحصل ونقدر نحل المشكله دي من جذورها بدل ما نفضل هربانين منها طول عمرنا، لان حتى لو مشينا دلوقتي اللي شفناه عمره ما يمشي من دماغنا ولا من احلامنا ولا حتى من حياتنا. هنا كانت عايزه تعترض، كانت عايزه تقوله ان هو مجنون لو فكر ان لازم يرجع، وان اللي عدى من الليله دي بقى خسائر ممكنه المفروض يهرب وما يبصش ورا تاني. بس جزء منها كان فاهم كلامه، كان مدرك ان هو عنده حق، وان مجرد الهروب مش هيحميهم، لان الرعب الحقيقي مش بس في الاشباح اللي بتطاردهم، لكن في الخوف اللي هيعيش جواهم، وفي الكوابيس اللي هتفضل تطاردهم كل ليله، وفي الاسئله اللي مش هيلاقوا لها اجابه لو سابوا كل حاجه ومشوا. وعشان كده هي سكتت وفضلت تبص له وهي مش عارفه ترد بايه، لان عارفه ان الحل مش في الجري خالص ولا في الرجوع، لكن الحل في المواجهه. بس المواجهه مع ايه بالظبط؟ وده السؤال اللي كان شاغلهم. هنا فضلت ساكته لحظات بتبص لحازم بنظره مليانه خوف وحيره، عقلها عمال يفكر في كل اللي حصل، في الباب اللي قفل لوحده، في المرايه اللي ظهر عليها الكلام، في الاحساس التقيل اللي كان مغرق الشقه. بس اكتر حاجه كانت مرعبه بالنسبه لها هي فكره ان اللي حصل ده مش صدفه، مش مجرد موقف هيعدي، لا ده كان رساله، والرساله دي مش لاي حد، كانت لحازم. وكأن الشقة دي ما اختارتهوش بالغلط، وكأن في حاجة بتربطه بيها، حاجة مش فاهمينها بس أكيد موجودة. وعشان كده لما بصت في عيونه لقيت إنها مش لوحدها اللي حاسة بكده، هو كمان عارف إن القصة دي مش مجرد قصة رعب، القصة دي حقيقية وملهاش نهاية سهلة. طب افترضنا إنك عندك حق، وإن الموضوع مش مجرد شقة مسكونة زي الأفلام، وإن في حاجة أعمق من كده، إحنا هنعمل إيه؟ هنرجع الشقة تاني؟ هنواجه حاجة مش عارفين حتى هتعمل فينا إيه؟ ولو كان في فعلا سر، إحنا إزاي هنكتشفه من غير ما نبقى ضحايا؟ انا مش هقولك تعالي معايا، لان اصلا انا مش عارف اذا كنت عندي الجرأة ادخل لوحدي ولا لا، بس المتاكد منه ان اي سر موجود هناك اكيد له بدايه، ومش شرط تكون جوه الشقه، ممكن تكون عند حد من السكان القدام، او في اي حد عنده معلومه عن اللي حصل. وعشان كده قبل ما نفكر نرجع لازم نعرف احنا داخلين على ايه، ولازم نفهم القصه من اولها، لان مستحيل تكون الحكايه دي بدات لما انا جيت سكنت هنا، اكيد في تاريخ وراها، واكيد حد في العماره دي عارف حاجه احنا مش عارفينها. الكلام منطقي لكنه مخيف، لان معنى كده ان اللي حصل مش مجرد شبح بيحاول يخوفهم، لا ده شيء اعمق، حاجه مرتبطه بالمكان ده من زمان. بدات تفكر، هل فعلا في حد من السكان القدام عنده معلومات؟ هل حد جرب قبل كده اللي هما بيجربوه دلوقتي؟ لو كان في حد، ليه ما حدش بيتكلم؟ هل لانهم خايفين، ولا لانهم عارفين ان اي حد هيقرب من السر ده مش بيطلع منه سليم؟ الاسئله كترت في دماغها، بس الاجابه الوحيده اللي كانت متاكده منها هي ان الليله دي كانت مجرد البدايه، والباقي كان لسه مرعب اكتر. وفي صباح يوم جديد حازم وهنا قرروا انهم يسالوا السكان عن اي حاجه تخص الشقه. بداوا بالبواب، لكنه اكتفى بكلمتين غامضين: اللي بيدخل الشقه دي ما بيرجعش زي ما كان. وسابهم ومشي، وده بقى زود فضولهم وخوفهم في نفس الوقت. لكنهم قرروا يكملوا بحث، وراحوا لجارتهم العجوزه اللي ساكنه في الشقه اللي قصادهم. الست دي كان شكلها غريب، عيونها مليانه حذر وكانها متردده انها تتكلم، لكن في الاخر لما شافت اصرارهم قررت تحكي، وده كان الحوار بينهم. الست العجوزه دي بتبص لهم بنظره مليانه توتر، وهي بتتكلم بصوت هادي بس تقيل: انتوا فاكرين انكم جايين تسالوني عن حاجه جديده؟ لا يا ولاد، اللي بتسالوا عنه ده ناس قبلكم سالوه، وناس غيركم ماتوا قبل ما يسالوه، لان اللي في الشقه دي مش مجرد اصوات ولا حتى خيالات يا عيال، دي لعنه مرتبطه بالشقه من سنين، من قبل حتى ما حد في العماره دي يجي ويسكن، واللي بيدخل فيها ويتعمق ما بيرجعش منها زي ما كان، ولا حياته بتفضل زي ما كانت. انتوا عندكم فرصه تمشوا دلوقتي، ولسه الدنيا قدامكم، اسمعوا كلامي وسيبوا اللي وراكم واهربوا قبل ما تلاقوا نفسكم متعلقين في مصير ملوش رجعه. اسمعوا كلامي يا ولاد. طب لو اللي بتقولي عليه ده حقيقي، ليه الشقه لسه بتتأجر؟ ليه ما حدش قفلها او بلغ عنها؟ يعني معقوله كل الناس اللي سكنوا فيها اختفوا او ماتوا والموضوع يفضل ساكت كده؟ اكيد في حاجه اكتر من مجرد لعنه، اكيد يعني في سر ومحدش قاله، واحنا بقى مش هنهرب قبل ما نعرفه. بصي يا حاجه، انا مش هقولك ان انا مش خايف، ولا احلف لك اني متاكد اني عارفه انا بعمل ايه، بس اللي عارفه ان اللي حصل جوه مش مجرد اصوات ولا تهيؤات، انا شفت حاجه بعيني، وانا متاكد ان في روح هناك مش بتهددنا، بترسل لنا رساله مش قادرين نفهمها، ولو كان في حاجه حصلت قبل كده احنا لازم نعرفها، لان اي سر اتدفن هناك مش هيفضل مدفون للابد، واحنا مش عايزين نفضل عايشين في الرعب ده، احنا عايزين نواجهه. فلو عندك اي معلومه او اي حاجه قوليها، لان انا مش هنمشي من غير ما نعرف الحقيقه. الست العجوزه بتتنهد ببطء وهي بتبص لهم بنظره مليانه حزن، وسكتت لحظه، خدت نفس عميق وبصت ناحيه الشقه اللي فوق كانها خايفه انها تسمعهم، وبدات تحكي بصوت هادي لكنه كان تقيل، كانها بتفتكر حاجه مش عايزه تفتكرها، حاجه مدفونه في عقلها بقالها سنين. وهنا وحازم كانوا قاعدين قدامها مش قادرين حتى يرمشوا، مستنيين يسمعوا الحقيقه. الست العجوزه بصوت متقطع كانها متردده تقول الكلام اللي جواها: الشقه دي يا ولاد ما كانتش كده من الاول، كانت زي اي شقه،
ناس بتيجي وناس بتمشي، بس في مرة جه واحد راجل كده كان مريب، ساكت طول الوقت، ملوش في حد خالص، كان ساكن لوحده، ما بيخرجش كتير، حتى لما حد يحاول يكلمه كان بيبصله بنظرة غريبة وكأنه بيشوف حاجة احنا مش شايفينها. بس ما حدش يهتم، كل واحد بقى في حاله لحد ما فيهم اختفى ببساطة كده، كأنه ما كانش موجود أصلا، هدومه لسه في الدولاب، حاجته زي ما هي، بس هو ولا ليه أي أثر، وكأن الأرض انشقت وبلعته. يعني اختفى؟ يعني ما حد سمع عنه حاجة بعد كده؟ لا جثة ولا خبر ولا أي حاجة؟ الست العجوزة بتضحك ضحكة صغيرة بس مرعبة، وكأن السؤال نفسه ساذج جدا بالنسبة لها. يا بنتي، انت فاكرة ان اللي دخل الشقة دي وقع في لعنتها ممكن يسيب وراه أثر؟ لا يا حبيبتي، اللي بيروح هناك الشقة نفسها بتبلعه، زي ما بلعت اللي قبله، وزي ما حاولت تبلع اللي بعده، وكل واحد حاول يعرف الحقيقة كان مصيره زي مصيره، وكلهم كانوا بيختفوا بنفس الطريقة. حازم حس ببرودة غريبة في جسمه. كلام الست مش مجرد انها قصة مرعبة، لأ، دي حاجة حقيقية، حاجة فعلا حصلت، وده معناه ان اللي شافه جوه الشقة مش مجرد خيال. الروح اللي كانت هناك اكيد كانت واحد من الناس اللي هم اختفوا، واحد منهم لسه متعلق بالمكان ولسه مستني حد يفهمه. بس ايه الحكاية؟ ليه بالذات الشقة دي؟ وايه اللعنة اللي كل الناس بتتكلم عنها؟ كان لازم يسأل، حتى لو كانت الإجابة كانت أسوأ مما يتوقع. طيب اللعنة دي بدأت امتى؟ ايه اللي حصل عشان المكان دوت يبقى بالشكل ده؟ اكيد في حاجة حصلت قبل ما الراجل الغامض دوت يسكن هناك، حاجة بقى هي السبب في كل اللي بيحصل ده. انت ذكي وعندك حق، الشقة دي ملعونة من قبل حتى ما تبني العمارة، المكان نفسه كان شاهد على جريمة بقى لها سنين وسنين، بس محدش نساها. الأرض دي كانت زمان بيت قديم، بيت لراجل غني كان عنده خدم كتير، وكان معروف ببخله وظلمه، لحد ما في ليلة كل الناس اللي في البيت اختفوا، الراجل والخدم وحتى الجيران سمعوا أصوات صريخ، لكن لما الشرطة جت ما لقوش ولا حد، مجرد بيت فاضي، لكن ريحة الدم كانت مالية المكان. واو، من يومها الأرض دي فضلت مهجورة لحد ما العمارة اتبنت فوقيها، بس اللعنة يا ابني فضلت موجودة. في اللحظة دي صوت غريب جه من السقف، كأن حد بيجر حاجة تقيلة فوق، بس الشقة اللي فوقهم هي شقتهم المفروض انها فاضية. هنا وحازم بصوا لبعض برعب، والست العجوزة اكتفت بس بضحكة هادية، كأنها بتقول لهم انهم بدأوا يسمعوا اللي كانوا عايزين يسمعوه، وان اللعنة خلاص اخدت بالها منهم ومش هتسيبهم بسهولة. هنا وحازم فضلوا قاعدين مكانهم، عيونهم متعلقة بالسقف. الصوت كان بيزيد، وكأن حد عمال يجر حاجة تقيلة، أو كأن في خطوات بتمشي ببطء تقيلة، كأنها مش لحد عايش. وهنا مسكت إيد حازم وضغطت عليها، مش عارفة تقول إيه، لكن إحساسها بيقول لها إن اللحظة دي هي اللحظة اللي كل حاجة بعدها مش هتبقى زي قبلها. الصوت جاي من فوق، يعني من شقتي اللي المفروض إنها فاضية. الست العجوزة بابتسامة صغيرة بس مرعبة، كأنها متوقعة اللي بيحصل. فاضية؟ هو انت فاكر انك ساكن لوحدك؟ يا ابني، اللي في الشقة ده عمره ما مشي وعمره ما سابها، هو كان مستني ومستنيكم انتوا بالذات، لانكم الوحيدين اللي حاولتوا تفهموا واللي بيدوروا على الحقيقة هي اللي بتيجي تدور عليه. قبل ما حد فيهم ينطق، فجأة الباب بتاع الشقة اللي فوقهم اتقفل بقوة، صوت فرقعته نزلت في العمارة كلها، وكأن حد قفله وهو غاضب، وكأن حاجة أو حد كان عايز يقول لهم إنه موجود وإنه عارف إنهم هنا وإنهم خلاص بقوا جزء من القصة. أنا حست جسمها إنه بيتجمد جامد، بصت لحازم لكن هو كان واقف متسمر مكانه، ملامحه ميتة وعيونه واسعة كأنه شايف حاجة احنا مش شايفينها. وشوية شوية بدأ يحرك شفايفه، بيقول كلام مش مفهوم كأنه بيتمتم بحاجة. ولما أنا هزته بقوة عشان تفوقه، فجأة بصلها لكن مش بنظراته العادية، عيونه كانت سودة بالكامل، كأن اللي بيبص لها مش هو حازم. حازم، يا حازم فوق، انت بتقول ايه؟ رد عليا. لكن هو كان عمال يكرر نفس الجملة بصوت تخين، صوت مش صوته، وكأن حد بيتكلم على لسانه أو حد استولى على روحه. ما فيش حد بيخرج من هنا إلا لما احنا نقرر. وهنا كل حاجة حواليهم بقت ضباب، الدنيا بقت تقيلة. الست العجوزة كانت قاعدة ساكتة ولا كأنها شايفة اللي بيحصل، وكأنها عارفة إن اللحظة دي كانت هتيجي. لكن هنا كانت عارفة إن خلاص
اللي حصل جوه الشقة دي ما خلص، بالعكس هو لسه بيبدأ، وانهم من اللحظة دي بقوا جزء من اللعنة اللي عمرها ما بتخلص. وهكذا فضل السر مدفون، وكل اللي حاول يقرب منه انتهى بينحل جزء منه، لان في حاجات في الدنيا مش المفروض نعرفها، وفي ابواب لو اتفتحت عمرها ما بتتقفل تاني، والماضي مش دايما بيفضل في الماضي، ساعات بيرجع عشان ياخد معاه اللي لسه عايشين. ولحد هنا خلصت القصة خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.